السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي، ازيكم يا كل مشاهديني داخل مصر وخارج مصر. الوقت يا حبايبي انا عملت تقاول خاص اهو، تقاول خاص لما عليا زيت قوي اهو. بص يا حبايبي عامل زي القطن اهو، تقاول خاص. فانا طبعا هقصه بقى عشان اعبيه في قلب بطرمان وكده، على حسب ان شاء الله يا ربنا يدينا عمر، يا رب يطول في عمرنا وعمركم كده يا رب. هبقى اعمل ازرع منه بدل ما اروح اجمل المشتل، يبقى حاجتي انا عاملاها بايدي اهو يا حبايبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي عامل زي القطن ازاي، فالتقاوي تبقى فيه. بص يا حبايبي التقاوي اهي اهي، مجرد ما عملت بصوا اهو تقاول خاص. انا حبيت اوريه لكم، اللهم صل على النبي. بص خاصيتين طلعوا لي تقاوي، زرعوا تقاوي كتير قوي اهي، بتتفرك كده اهو يا حبايبي اهي كده. بص التقاوي اهي عامله زي حبه البركه، فخليكم معايا بقى هقصهم واوريه لكم. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا حبايبي اهو يا حبايبي. ده كله تقاوش، ده كله تقاوش. اهو يا حبايبي بص عامل زي القطن ازاي اهو، ده تقاوي خاص. فانا حبيت اوريكم بقى يا حبايبي وانا بقص اهوت، عشان لو حبيت ازرعه ولا حاجه. لو رحت لفيديوهاتي هتلاقيه وهو طالع الخاص وانا زرعاه من اوله لاخره لغايه ما عملته تقاوش. طبعا انا قصيت التقاوي اهي، هاخد ده هقطعه للطيور، هاخد ده اهو هقطعه بقى للطيور، يبقى انا استفدت من كل ناحيه اهو. بص يا حبايبي اهو، هو اهو هحطه في الشمس بقى ينشف شويه على حيث ان يطلع كل اللي فيه. ده التقاوي اللي بتبقى فيه يا حبايبي حبه البركه، عامل زي حبه البركه بالظبط. وطبعا بقى بروح بقى عاملاه منضفاه بمصفى وكده او باي حاجه، واروح معبيه في قلب بطرمان. يجي ان شاء الله في الشتاء، دخلت الشتاء اروح زرعاه، هو بيطلع بسرعه. فانا حبيت اوريكم من اول لاخر اهو يا حبايبي. بصوا ده بتقص بقى بيطلع للطيور اهو. استنى زيت كده اهو يا حبايبي. ده كده انا هحطه للطيور، همسك الخس كله اقطعه كده كده، ما عادش ليه لازمه. بص يا حبايبي بقى هنا انا بردك نقلت الزرع كله في الدل. هو المفروض في فوق على السطح، بس انا نقلت في الجزء اللي فيه دل. ليه؟ لان الزرع جو حر، الحاجات اللي هي الورقيه بتموت، الحاجات اللي هي الورقيه بتموت. فانا حبيت اوريها لكم. حبايبي انا دلوقتي زرع الورد اهو، وزرع الريحان وكله، بس نقلته في الدل. لما عليه زرع الورد والحاجات دي خش عليه جوه. هات الورد، ده ورد بلدي يا حبايبي اهو. بصوا انا زرعه فوق على السطح اهو، يمكن نزلته. ده شجر عندي اهو، بص يا حبايبي. وطبعا هنا الريحان اهو، الريحان اهو يا حبايبي. شفت الريحان ده الشكل بتاع الريحان ده، ممكن تنقلي منه زي ما قلت لكم يمكن 10 اثار والكلام ده. حبيت اوريكم بقى الزرع بتاعي لازم يتنقل في الدل يا حبايبي. الحاجه اللي هي ورقها خفيف بتتنقل في الدل. انا دلوقتي شلت بعد حاجات عشان هزرع، فضيت اثاري وهزرع اللي هو مطرح الخس والحاجه دي. هتلوم يا زيد مطرح ما شلت الخس. طبعا هودى بالجردل بتاعه وهزرعه بقى قوطه كده. بص يا حبايبي انا شلت حاجات اهي عشان ازرعها، ده مطرح الخس. خدت التقاوي وهزرع بقى، ابتدي ازرع من جديد بقى قوطه، او ازرع فلفل او اي حاجه اللي ربنا بقى يقدرني عليه. فانا حبيت اوريكم يا حبايبي اهو.
وبص يا حبايبي القته كبرت اهيت ونطلعها على عصيان. ارفع شويه كده، ارفع شويه كده. اهي بص القته كبرت ورفعها على عصيان، بقى خلاها تتمد زي العنبيه كده، وابتدت بردك تعمل نوره اهي. بص يا حبايبي، فخلي بالكم الحاجات ديت مش عايزه الشمس، الحاجات دي مش عاوزه الشمس، وحبيت اوريكم انا بقى ايه عامله ايه. فطبعا يا ريت تحطوا لي اشتراك يا حبايبي، اللي يشوفنا اول مره ويتابعني يحطوا لي اشتراك. وطبعا حبايبي اللي عارفيني اللي ما بيحطوش لايكات حطوا لايكات اهو يا حبايبي. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين.